أوائل الخمسينيات وتحديدا حوالي سنة 1952 القطن المصري ما كانش مجرد محصول زراعي، كان اسم مصر مكتوب على التيشيرتات والملايات في أوروبا. براند حقيقي له سعر أعلى وسمعة محدش كان يقدر ينافسها. لكن مع الوقت القطن المصري اختفى من الواجهة، أو على الأقل فقد قيمته اللي كان معروف بيها. السؤال هنا مش ليه ما بقاش موجود، لكن إيه اللي حصل؟ مصر كانت بتنتج حوالي 30 ل 35% من القطن طويل التيلة في العالم. القطن المصري كان بيتباع بسعر أعلى من القطن الأمريكي ب 20 ل 30%، والصادرات كانت بتدخل لمصر مئات الملايين من الدولارات سنويا بقيمة زمانها. سنة 1952 المحلة الكبرى كانت بتتسمى عاصمة الصناعة في الشرق الأوسط. مصانع الغزل شغالة، والقطن المصري طويل التيلة مطلوب في انجلترا وفي ايطاليا وفرنسا. القطن المصري وقتها كان بيتباع بسعر اعلى من اي قطن تاني في السوق العالمي، والسبب ان القطن ده طويل التيلة، وده معناه خيوط انعم واقوى واطول عمرا. ده غير ان دلتا النيل وفرت تربه ومياه مثاليه ما كانتش موجوده بنفس الجوده في اماكن تانية، والدوله كانت بترش الحقول بالطائرات، وكان في مشرفين زراعيين بيتابعوا كل فدان، وكان في عقوبات حقيقيه على الفلاح اللي بيهمل. غير ان الدوله كانت بتوزع البذور وليه مواعيد زراعه صارمه وجوده تحت السيطره. يعني القطن المصري ما كانش صدفه، ده كان منظومه كامله. تراجع ما حصلش فجاه، لكن بدأ خطوة خطوة لما الدولة قللت تدخلها، والفلاح بقى حر يزرع اللي يجيب فلوس أسرع. محاصيل زي الرز والخضروات بقت مغرية أكتر من القطن اللي بيقعد شهور في الأرض. ده غير إن حصل اختلاط للبذور مع غياب الرقابة، والأصناف النقية اتخلطت وطول التيلة بدأ يقل. ده غير إن في مصانع كتير قفلت أو اشتغلت بنص طاقتها، وبقينا نصدر خام ونستورد منتج نهائي. وفي دول زي الهند والصين دخلت السوق بقوة بتكلفة أقل ودعم صناعي كبير. القطن المصري لسه موجود ومش منقرض، لكن إنتاج أقل وسعر مش ثابت وسمعة محتاجة استرجاع. في محاولات حاليا لإعادة إحياء القطن طويل التيلة ومنع خلط الأصناف وتصدير تحت اسم القطن المصري الحقيقي مش التجاري المزيف، لكن الطريق لسه طويل. القطن المصري ما وقعش، هو اتساب، ولما المنظومة تتفكك حتى أحسن منتج في العالم بيفقد قيمته.